السلام عليكم. معاكم دكتور إبراهيم. هنتكلم في مجموعة من الفيديوهات عن مرض الضغط، وهشارك معاكم آخر المعلومات والتوصيات اللي وصل ليها العلم، وكلامنا بإذن الله هيكون كله أبديتد طبقا لآخر الأبحاث العلمية المنشورة حتى تاريخ اليوم. نبدأ في الفيديو ده بمقدمة عن ضغط الدم وطبيعته في جسمنا، وبعدين هنفهم إيه هو مرض ارتفاع ضغط الدم وأهمية التوعية بيه. نبدأ ونقول إن القلب هو عبارة عن عضلة في حجم قبضة الإيد تقريبا، ولما عضلة القلب تنقبض بتضخ الدم من داخل القلب لجميع أجزاء الجسم عن طريق الشرايين. يعني القلب بينقبض فيقوم بدفع الدم داخل الشرايين عشان يوصل لكل مكان في الجسم. ايه هو بقى ضغط الدم؟ ضغط الدم هو عبارة عن الضغط داخل الشرايين، وهو القوة اللي بيضغط بيها الدم على جدران الشرايين وهو ماشي من خلالها. وبنقيسه برقمين مهمين: الضغط الانقباضي وده الرقم الأكبر، وده الضغط وقت ما القلب بينقبض ويدفع الدم بقوة، والضغط الانبساطي وده الرقم الأصغر، وده الضغط وقت ما القلب بيرتاح ما بين النبضات. وبسبب وجود الضغط ده، خصوصا الضغط الانبساطي، الدم بيفضل في حالة حركة مستمرة وليست متقطعة. مهم جدا نعرف ان ضغط الدم الطبيعي بيختلف من شخص للتاني، وده من ضمن أسباب إن الأرقام اللي بنشخص بيها الضغط اتغيرت أكتر من مرة. لكن دلوقتي نقدر نقول إن معانا 3 حالات للضغط، وكلامنا كله هيكون مبني على توصيات جمعية القلب الأمريكية والكلية الملكية لأمراض القلب. ومهم جدا قبل ما نصنف الضغط نتأكد إن القياس تم بشكل صحيح، وده اتكلمنا عنه بالتفصيل في فيديو لوحده هيظهر قدامكم دلوقتي. نكمل كلامنا. معانا 3 حالات للضغط. الحالة الأولى هي ضغط الدم الطبيعي، وده الضغط اللي الرقم الأكبر فيه ما يزيدش عن 120 والرقم الأقل فيه ما يزيدش عن 80. الحالة التانية هي مرحلة ضغط الدم المرتفع، ودي حالة رمادية كده بين الضغط الطبيعي والضغط العالي، ونقدر نقول عنها مرحلة الخطر. ودي اللي الضغط فيها بيكون الرقم العالي أو الضغط الانقباضي من 120 لتحت ال 130، والضغط الانبساطي أو الرقم اللي تحت ما زادش عن 80. وفي الحالة دي لازم الشخص ينتبه ويلتزم بالتعليمات والنصايح اللي الطبيب هيقول له عليها واللي اتكلمنا عنها في فيديو مخصوص. الحالة الثالثة هي ضغط الدم العالي، بيكون الرقم الأعلى فيها 130 أو أكتر، أو الرقم الأقل فيها أكتر من 80. ودي متقسمة لمرحلتين: المرحلة الأولى والمرحلة الثانية. المرحلة الأولى لو الرقم الأعلى كان من 130 لحد 140، أو الرقم الأقل كان من 80 لحد 90. المرحلة الثانية لو كان الرقم الأعلى كان 140 أو أكتر، أو الرقم الأقل كان 90 أو أكتر. طيب لو كان الرقم الأعلى أو الضغط الانقباضي في مرحلة معينة، يعني مثلا 130، فده يصنف إن هو مريض ضغط في المرحلة الأولى. والضغط الانبساطي في مرحلة تانية لو كان مثلا 75، يعني الشخص ده هنقول عليه طبيعي. نحكم إزاي؟ في الحالة دي المريض بيتصنف طبقا للمرحلة الأعلى، يعني هنقول عليه مريض ضغط في المرحلة الأولى. مرض الضغط هو مرض شائع وخطير، ويقدر يعمل مشاكل في أي مكان في الجسم لو ما تمش علاجه. عشان كده لازم نتكلم عنه ونهتم بيه. مهم جدا ناخد بالنا ان مرض الضغط في العادي مش بيكون ليه اعراض، والمريض مش بيكون واخد باله ان هو ضغط الدم عنده عالي، مش بيكون حاسس بحاجة، فمش بيكون عارف ان هو مريض ضغط اصلا. عشان كده مفيش مانع انك تقيس ضغطك من وقت للتاني، خصوصا لو عندك عوامل خطورة للاصابة بالضغط، زي لو عندك تاريخ مرضي في العيلة للاصابة بمرض الضغط، او لو شغلك بيخليك في ستريس لفترات طويلة مثلا، او لو عندك عوامل خطورة تانية، عشان لو في مشكلة في الضغط نكتشفها بدري ونحاول نعالجها ونمنع أو على الأقل نقلل مضاعفاتها. وبكده نكون خلصنا موضوعنا النهاردة. شاركوا الفيديو مع اللي بتحبوهم ويهمكم صحتهم، وأشوفكم في فيديو جديد.